هل البيستاشيو وصل للكلام ده يعني باي لك او خلاص من يوم وليلة بقى البيستاشيو هو البيستاشيو؟ لا، الاستمرارية والبيستاشيو. في الفترة دي الحمد لله قدرت ان انا اتم 3000 مشترك على قناة اليوتيوب، وعلى قد ما انا مبسوط بس في الحقيقة مش ده بس اللي مفرحني فعلا هو اني بادئ الفيديوهات دي من حوالي سنة وشوية او سنتين في المدة دي كده. وفي خلال الفترة دي انا كنت بركز على حاجة واحدة بس، ان انا فعلا بعمل الحاجة اللي انا بحبها بغض النظر عن الحاجة دي هتجيب لي العائد اللي انا متوقعه فعلا ولا لا. انا فعلا كنت ببقى مبسوط وانا بصور وانا بمنتج وانا بكتب السكريبت وانا بعمل كل حاجة في البروسيس دي. انا في كل جزء فعلا كنت ببقى مبسوط وبعمله من قلبي. فاللي فرحني بجد مش ان انا وصلت ل1000 مشترك او 2000 او 3 او حتى 10000 او ان شاء الله مليون. مش فعلا ده اللي بيبسطني. انا اي حد حرفيا بيخش يشترك، سواء انا اي حد حرفيا بيخش يشترك، يعني العداد ده لما بيزيد شخص واحد ده بيكون نفس القدر اللي انا بفرح بيه، اكني تميت 3000 10000 مليون. نفس القدر ده بيكون هو نفس الفرحة، لان بمجرد التفكير فيها ان حد بس تابعني وادالي صوته اللي هو خلاص زي ما بيكون بيقول لي انا متابعك، واي حاجة انت بتنزلها انا حابب ان انا اشوفها. فده فعلا اللي بيبسطني، ومش مجرد عداد بيعد على الفاضي، لا ده ليه معنى كبير قوي عندي. ومش مجرد مثلا انا بوصل لارقام، هي ارقام فعلا يعني ممكن تكون لحد لا تذكر، بس بالنسبه لي فعلا حاجه كبيره. فاللي جاي اكلمك فيه في الفيديو ده، واللي هو اصلا عنوان الفيديو، هو الاستمراريه. انا كنت حرفيا من اول لما عملت القناه كنت بعمل الفيديو بقوم يعني اللي هو زي ما يكون برميه على القناه، مش فارق بقى معايا الفيديو جاب مشاهدات ما جابش، جاب لايكات ما جابش، الحاجات دي حرفيا ما كانتش بتفرق معايا خالص. اكيد لو الفيديو فايرال او في ناس شافته وحد مثلا عمل لي كومنت حلو او حد قابلني وقال لي انت المحتوى بتاعك كويس، ده فعلا يعني الحاجة دي بتفرحني جامد. بس مش ده اللي انا كنت ببقى مستناه من القناة، ان انا اصلا لسه فاتحها ومش متخيل ان مثلا ممكن حد يتفرج او حد يهتم ان هو يشوف المحتوى. فبالنسبة لي حد دخل زي ما حدش دخل، انا مجرد ان انا بعمل الفيديو وبسيبه لله وخلاص. فالمقصد من الكلام ده ان سواء حد عمل كده اللي هو حد كتب لي كومنت او قال لي حاجة حلوة او حد شاف الفيديو، او الحاجة دي ما حصلتش، ما هياش فارقة معايا الحاجة دي. مش هتأثر عن يعني ان انا اصلا كملت تصوير او لا، كملت ان انا انزل محتوى او لا. وده فعلا اللي حصل، والدليل على كده ان انا لسه بنزل لك فيديوهات لحد النهارده. اللي هو انا ما جيتش في مره مثلا وليكن قلت الفيديو اللي انا كنت تعبان فيه قوي ده وحاطط فيه مجهود وكونتنت ومثلا سكريبت ووقت وكل ده، وعلى ما رفعت الفيديو وعملت له مونتاج وكل المجهود ده وفي الاخر ما جابش مثلا الفيو اللي انا كنت متوقعه، عادي. اللي هو الموضوع ما هواش مشكلة كبيرة. ما جيتش قلت لك بعدها لا خلاص انا وقفت لحد هنا والمردود اللي انا كنت متوقعه من الفيديو ما جابش، فخلاص مش مكمل في الموضوع ده. لاني عارف حاجة زي ان طبيعة الناس دلوقتي عايزة المحتوى الهلس، عايزين مثلا المحتوى السريع، ان هو تخش على اي فيديو 10 ثواني او 20 ثانية واقلب. حتى لو الفيديو مهم جدا ما فيش حد بيستنى. وده فعلا طبيعة الفيديوهات اليومين دول، وانا اصلا ممكن اكون بعمل كده عادي. والكلام ده انا بقول لك عن واقع تجربة، يعني من ساعة ما انا بدأت اعمل القناة وانا بنشر فيديوهات عليها، يعني ناشر اكتر من 100 فيديو. منهم فيديوهات فعلا انا كنت بشرح فيها حاجات، وفيديوهات الشرح دي بتاخد مني وقت ومجهود كبير، فالحاجات دي ما بتجيبش المردود اللي الواحد اصلا بيكون متخيله. بس انا ما كنتش بوقف لان الموضوع ما كانش معضله كبيره بالنسبه لي، اللي هو الفيديو جاب ما جابش الموضوع عادي. انا فعلا كنت بكمل لان دي فعلا الحاجه اللي انا بحبها. وحتى لو حرقت فيها اليوم كله بصور بمنتج بكتب سكريبت، عادي مش بحس الوقت، لان فعلا دي الحاجه اللي انا بحبها. ودي ميزه ان انت لو لقيت نفسك في حاجه وحابب ان انت تعملها اعملها. سواء بقى انت الحاجه دي عشان توصل لحاجه فيها كويسه هتاخد منك شهر سنه سنين ايا كان، بس المهم ادام ما انت بتحبها وبتعملها فعلا من قلبك خلاص كمل فيها. واكيد اكيد اكيد هتيجي في مرة هتوصل للي انت عايزه، وهتوصل لمكانة فعلا تريحك. اللي هو خلاص انت حاطط لك تارجت مثلا من الاول ان انت عايز تبقى كذا، كده كده هتوصل له، لان الحاجة دي انت بتعملها من قلبك وبتعملها فعلا وانت بتحبها. وبالتالي هتحط فيها كل المجهود اللي انت ممكن تتخيله. وده ناتج الاستمرارية. لازم تعود نفسك على الموضوع ده لو فعلا عايز توصل لحاجة محترمة. ما تستناش الشغف يجيلك لما انت يجيلك المزاج ان انت تشتغل، او يجيلك خلاص النفس المفتوحة ان انت عايز تذاكر، تقوم مثلا خابط لك 4 ساعات مذاكرة وتقضي باقي الاسبوع كده نايم وملكش نفس. انت خلاص
انت حرقت كل الوقت بتاع الشغف، خلاص هو جالك وانت ذاكرت وخلاص، بقى الاسبوع ده مش محتاج تذاكر. او مثلا ناس تيجي تقول لك لو الساعة جت 8، او اما الساعة تيجي 8 انا هذاكر. لو جت 8 ودقيقة مثلا وانا ما خدتش بالي من الساعة 8، فخلاص انا هستنى للساعة 9، ويفضل اليوم يعدي منهم لحد ما يلاقي نفسه عايز ينام او ينشغل في اي حاجة تانية، ويلاقي نفسه على اخر الترم ان هو خلاص ما عملش اي حاجة. فالكلام الهوائي والعشوائي ده عمر فعلا ما هيوصلك لحاجة، ولا عمر هيوصلك للحاجة اللي انت كنت حاططها من الاول وحابب ان انت تعملها اصلا. في قصص كتير من رجال الاعمال بتثبت صحة الكلام ده. محدش من الناس التقال دول صحي في يوم وليلة لقى نفسه ان هو خلاص بقى كويس. يعني هديك مثال، البيت الكبير او الفيلا الكويسة الحلوة اللي انت بتشوفها مثلا في التجمع او في اي حتة راقية، الحاجات دي ما بتتبنيش في يوم وليلة. ما بتصحاش تلاقي مثلا البيت الكبير الحلو ده منصوب لوحده جه من العدم كده، لا. الحاجات دي بتتبني طوبة طوبة، وبتحط حديد، ومش عارف تتحط بعدها تتشطب اسمنت بتاع تشطيبات تدي خرسانة بتاع كل الكلام ده كله، لحد ما ياخد وقت بقى وخلاص يوصل في الاخر البيت الحلو اللي انت بتشوفه ده. لازم كل حاجة تاخد وقتها، لازم كل عامل شغال في البيت ده فعلا يعمل شغله على احسن وجه، بحيث ان انت مثلا ساعة التخفيق مثلا لازم تدي وقت الكويس ان الحاجة دي تنشف. فلو ما عملتش كده هتيجي مثلا بعدها بفترة هتلاقي الحاجة دي مثلا شرخت، مثلا ما بقتش حلوة، ما بقتش بالمستوى اللي انت كنت متوقعه من الاول. فلازم كل خطوة من خطوات بناء البيت دي لازم بتاخد وقت عشان تطلع لك في الاخر الشكل اللي انت كنت متوقعه وحابب ان انت تشوفه وعايز توصل له اصلا من الاول. هو بنفس المنطق ده بقى امشي بيه وطبقه في حياتك. عود نفسك ان انت كل يوم تدي للحاجة اللي انت عايز توصل لها، او للحاجة اللي عليك، بلاش الحاجة اللي انت عايز توصل لها، ان انت تديها من وقتك كل يوم. لازم ان انت تخصص لها جزء، حتى لو انت مالكش مزاج، ما جاتش الساعة 8، سيبك من كل الحاجات الهوائية دي. لازم ان انت ادام ما وراك حاجة لازم تعملها، مفيش مفر منها. ولو فرضا ان انت جيت في يوم حسيت ان انت مقفول مش عايز تعمل حاجة، على الاقل وليكن مثلا اديها ساعة يا عم، نص ساعة. عارف يعني الوقت ده هيفرق معاك قد ايه؟ لو جيت تحسبها مثلا نص ساعة على مدار الاسبوع، شوف الوقت مثلا نص ساعة في 7 ايام هتلاقي مثلا في حدود 3 ساعات ونص. شوف انت كنت هتضيع 3 ساعات ونص من الاسبوع ما كنتش هتعمل فيهم حاجة، مع ان النص ساعة دي على بعضها اصلا يعني ممكن تقعد مثلا تقلب فيها ريلز. طيب لو اديت من وقتك ساعة كل يوم، طيب لو مثلا زودت على الساعة دي بس 10 دقايق، شوف ال10 دقايق دي على ال7 ايام هتعمل لك في يعني ساعة زيادة. طيب لو حسبت بقى الوقت زيادة ده على مدار الشهر، شوف انت يعني استثمرت في نفسك وقت قد ايه. طيب لو حسبتهم على مدار السنة كلها، شوف بقى الوقت اللي انت فعلا استثمرته في نفسك. ولو ما عملتش كده كنت هتضيعه. يعني ال7 ساعات مثلا لو انت بتدي كل يوم ساعة، انت كنت ممكن تضيعهم عادي. وتضيعهم في ايه؟ في ان انت بتحرق فيديوهات ريلز مش عارف ايه، بتعمل فعلا اي حاجة ملهاش لازمة. فانت قدرت ان انت تستثمر وقتك ده في الحاجة اللي عليك من غير حتى ما تحس، كل يوم، عن طريق الاستمرارية. ان انت مخصص لنفسك وقت كل يوم. لازم ان انت في حاجة لازم تعملها، حتى لو نص ساعة او ساعة زي ما بقولك، بس ما ينفعش يوم يعدي من غير ما انت تعمل الحاجة دي. ولو جيت تركز على البيستاشيو اللي بقى اشهر من نار على العالم دلوقتي في مصر، انا فاكر اول لما المصطلح ده طلع في الاول يعني ما كانش الناس كلها متقبلاه، او لسه اصلا ما هوش معروف، محدش عارف. هو يعني حاجة لسه جديدة، ما هوش منتشر قوي، او كان يعني ممكن كان موجود قبل كده بس ما خدش نفس الانتشار اللي انتشره دلوقتي. ما كانش حد لسه متقبله. اي حاجة دلوقتي فعلا ممكن الناس تعملها. هتلاقي يعني في اخر عدة هتلاقي كحك بالبيستاشيو، اي حاجة هتلاقيها بالبيستاشيو. هل البيستاشيو وصل للكلام ده يعني باي لك، او خلاص من يوم وليلة بقى البيستاشيو هو البيستاشيو؟ لا. لو كانت بلبن او الشركات اللي مطلعه منتج زي ده جت في الاول واعلنت عليه وخلاص، وكان اعلان مثلا وخد وقته وراح، او مثلا لقوا الناس مش متقبلاه او فكره وخلاص، ما فضلوش ماسكين في الفكره وشغالين على الاستمراريه، ان خلاص ده بقى حاجه مهمه عندهم، بقى حاجه مهمه مثلا متميزين بها اللي هم بلبن، وبيضيفوها فعلا على اي منتج عندهم. فبقى الموضوع عندهم حاجة اللي هي الاستمرارية. حرفيا هتلاقيهم في اي منتج حاطين خلاص البيستاشيو، مش عارف البيستاشيو لحد بقى هم خلاص يعني انت اتعودت
على بلبن بقى بالبيستاشيو. فهم ما وصلوش للمكانة دي من فراغ، او البيستاشيو ما بقاش البيستاشيو من فراغ، هو فعلا خد سايكل كده محترمة لحد ما وصل اللي هو فيه ده. هو ده الاستمرارية. انا فعلا يا صديقي مبسوط جدا ان انا عملت انجاز زي ده، مش مجرد ان انا وصلت ل 3000 مشترك، هي حاجة بتفرحني بس اللي فرحني جامد، او اللي مفرحني جامد، ان انا فعلا من ساعة ما بدأت القناة وأنا لسه مكمل لحد دلوقتي. ودي حاجة فعلا تعنيني، وحاجة ليها معنى كبير بالنسبة لي. مش مجرد إن أنا بعمل فيديو وبستنى منه مردود وخلاص، لا، أنا بعمل الحاجة اللي أنا بحبها وبقدمها للناس. وسواء مثلا الفيديو عجبك أو ما عجبكش، أو مثلا أنت اتفرجت للآخر ما اتفرجتش، عملت لايك ما عملتش، ما شفتش الفيديو أصلا، يعني الموضوع ده مش هيأثر عليا. اللي هو يعني عادي، انا كده كده مكمل وكده كده بنزل فيديوهات، لان دي الحاجه اللي انا شايف نفسي فيها، او دي الحاجه يعتبر اللي انا بحبها. نصيحتي ليك في اخر الفيديو، حاول ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، واهم حاجه الاستمراريه. سواء بقى انت بتعملها في حاجه بتحبها ما بتحبهاش، واللي هي غالبا اكيد الدراسه، خلي عندك دايما استمراريه في الحاجه، وهتلاقيك وصلت للي انت عايزه في الاخر. وخليك دايما مستمر ان انت تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب عشان تفرحني، وعبال ال10,000 والمليون. وادعي لي انجح واتخرج السنة دي ان شاء الله. سلام.